بصوا يا جماعه الفيديو ده هيبقى طويل جدا ماشي، فلو انت بتزهقي ما تتفرجيش من الاول عشان هتزهقي جدا. ولو انت مهتمه بالموضوع بتاع الفيديو اللي هو الكريمات المرطبه، هقولك تقسيمه الفيديو ماشيه ازاي بحيث ان انت يعني تبقي عندك فكره. احنا الاول هنبدا بالحاجات المرطبه بتاعه الصيدليه، وبعد كده هنبدا بالكريمات التجميليه العاديه اللي هي مفيش منها فايده قوي، وبعد كده هنبدا بالكريمات التجميليه اللي بتوعد انها هتديكي نتيجه معينه زي كريم فيه فيتامين سي، فيتامين اي، حاجات زي كده. فدي التقسيمه بتاعه الفيديو. معايا تقريبا اكتر من 30 نوع، فاكيد الفيديو هيبقى طويل. فلو انت مهتمه هاتي حاجه تشربيها وتعالي اتفرجي. وايا كان ايه نوع بشرتك انا متاكده ان انت هتلاقي على الاقل 3 كريمات ممكن يكونوا مناسبين لبشرتك، وهقول لكم كل الاسعار اللي انا فاكراها يعني. هتبقى يعني ان شاء الله فتحه خير علينا كلنا باذن الله. ويلا بينا نبدا الفيديو. يبقى اول حاجه هتكلم عنها في الكريمات الطبيه هي الحاجات المستورده. هتكلم عن سيرافي وهتكلم عن بيبانثين. والسيرافي انا جربت منه النايت كريم، وجربت كمان اللوشن اللي هو العادي المستطيل ده. فانا هتكلم عن المستطيل ده الاول بما ان هو مش في ايديا دلوقتي، مش معايا. فكنت كلمتكم عنه قبل كده وقلت لكم ان هم كاتبين ان هو مناسب للبشره الجافه وشديده الجفاف، بس انا من تجربتي واللي انا شايفاه ان هو مناسب بس للناس اللي بشرتها دهنيه. ممكن لو انت بشرتك جافه وشديده الجفاف يعني تستخدمي قبله سيرم هايلورونيك اسيد، ساعتها هو هيبقى كويس. يمكن الميزه اللي في سيرافي ان هو فيه سيرامايدز وفيه هايلورونيك اسيد وفيه كمان نياسيامايد، فده هيبقى اوبشن حلو لو انت نفسك تستخدمي المكونات دي وانت مش عايزه تصرفي كتير على السيرمز والحاجات دي كلها، فتروحي لاجئه للكريم. بالنسبه لي هو كان شويه بيسد بصراحه المسام، مع انه هو المفروض ما يسدش المسام، وكنت بحس ان انا بيطلع لي حبوب تحت الجلد بسببه. فانا بالنسبه لي اللوشن ما كانش ألذ حاجه انا جربتها في حياتي. وفي بما اني جربت مويسترايزرز كتير قوي قوي قوي، فلا لقيت اختيارات احسن بكتير وبتديني نتيجه كويسه، لان هو مش سحر برضو. فقلت كمان اجرب النايت كريم، وانا توقعت ان النايت كريم هيكون حاجه تقيله قوي يعني. وبالفعل انا لما جربته لقيت ان هو مش خفيف، يعني انا ما اقدرش اقول ان هو خفيف، بس برضو هو مش تقيل بشكل مزعج. حاجه فعلا تتحط كده بالليل وشايفه ان هم تقريبا كده نفس المكونات اللي هنا هي اللي هنا. يمكن ده تقيل حاجه بسيطه عشان هو نايت كريم، فده مفهوم يعني. فانا بالنسبه لي ولا هكرر ده ولا هكرر ده، لان انا عارفه ان في اختيارات احسن من كده بكتير وارخص، والكميه بتاعته برضو بتبقى كويسه. فالسيرافي بالنسبه لي مش اكتر اوبشن انا كأزيز هنصحكم بيه، فده كان رأيي. يمكن الحاجة المميزة اللي فيه ان هو مفهوش روايح، تقدري ان انتي تستخدميه على اي منطقة حساسة عادي. لو انتي اقصد يعني بشرتك حساسة وكده ما فيهاش اي مشكلة. لو انتي يعني عندك حبوب مثلا بعد ما عملتي شيفنج، بعد ما عملتي ديرما بلاننج، هيبقى كويس. بس انا كأزيز مش اكتر حاجة برشحها. الكريم اللي بعد كده هو بيبانثين، وده شكله واللي ناس كتير قوي قوي بتحبه، وانا كنت بحبه زمان، بس دلوقتي هو مش الكريم المفضل برضو بالنسبه لي. مبدئيا انا لما كنت بشتريه كان سعره 70 جنيه، وهو ما بيقعدش كتير خالص، وطبعا كنت جايبه اجله يعني عشان انا مخلصاه. وما كنتش بس بستخدمه لوشي، كنت بستخدمه لاي مكان في الجسم عادي يعني، لان هو ما فيهوش اي روايح، مناسب جدا لاي بشره حساسه. وتقدري كمان تستخدميه على البيكيني اريا، تقدري تعملي بيه يعني تمويسترايزي بيه على الاندر ارم واي منطقه حساسه في جسمك. هو خفيف قوي 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 على البشره، وهو بس مناسب للناس اللي بشرتها دهنيه زياده عن اللزوم. بالنسبه لي انا مش بحب انواع الكريمات او اي جل بيخلي بشرتي احس ان انا مفيش ترطيب. انا حاسه ان انا حطيت حاجه على بشرتي بس بشرتي صحراء، فانا محتاجه ترطيب اعلى من كده. لان فكره ان انا اعتمد على كريم بيديني ترطيب خفيف قوي قوي لبشرتي كده، ده معناها يطلع لي حبوب بعد كده تحت الجلد. فانا مش برضو برشح الكريم ده بصراحه، وشايفه ان هم كريمات عاديه قوي ومجرد معمول لها ماركتنج كويس مش اكتر. خلينا بقى نروح على الكريمات الطبيه المصريه، ودي من الحاجات اللي انا بحبها قوي. ولكن مع الاسف في كريم واحد هكلمكم عنه ده كارثه، بس خلينا لما نجيله يعني. معايا اللي هم خلينا نتكلم عن اللي هم ايه شبه بعض شويه، زي ديرما سوفت. ده شكله ديرما سوفت، ده المفضل بالنسبه لي حاليا وهو اللي انا بستخدمه دلوقتي. ده مش قادره افتكر سعره كان كام، بس اعتقد كان 60 جنيه. ده 60 مللي، حجمه كويس قوي وبجد بيرطب البشره حلو جدا جدا. انا من الناس اللي بشرتي دهنيه في الصيف ومختلطه مايله للدهنيه في الشتاء،
فكان بالنسبه لي مناسب قوي قوي. بعد ما بتحطيه كده على بشرتك بتحسي ان انت في ترطيب في بشرتك فعليا، وفي نفس الوقت مش مدهن بشكل اوفر، ولكن لا بتحسي ان شويه في احساس للكريم، وده بالنسبه لي المطلوب. لان انا زي ما قلت لكم يعني عامه عشان تبقوا فاهمين، الحبوب اللي تحت الجلد بتتغذى يا اما من الترطيب الزياده عن اللزوم بتاع انابيب، معرفش مين لسه بيبيع انابيب دلوقتي، ما علينا، يا اما من الترطيب الزياده عن اللزوم، يا اما من يعني قله الترطيب الزياده عن اللزوم، او تحطي حاجه جل طول الوقت وبشرتك خلاص محتاجه ترطيب تقيل. فده بحب استخدمه قوي خصوصا بالليل قبل النوم، بيبقى ممتاز جدا لو انا عايزه استخدمه بعد ما عملت ديرما بلاننج او شيفنج وكده، يعني بيبقى حلو قوي، ومن الطف الحاجات اللي انا انصحكم ان انتوا تجربوها. الحاجه اللي بعد كده وهو بايوليب كريم، وده شكله ده بصراحه انا مش فاكره كان سعره كام، بس هو ما كانش مكمل ال 100 جنيه تقريبا. الكريم ده فيه ريحه، بس هو ريحته هاديه قوي قوي قوي، فهو مناسب لاي نوع بشره، اي نوع بشره حرفيا، حتى لو انتي برضو حساسه. يمكن الناس اللي بشرتها دهنيه شويه ممكن تحس ان هو تقيل سيكا، يعني بايوليب اتقل شويه من ديرما سوفت، بس ده عشان خاطر هو فيه فيتامين اي وفيه كمان جوجوبا اويل، وهو اساسا كاتبين ان هو للنورمال ودراي وسنسيتيف سكين، مش مسوقين ان هو اصلا للبشره الدهنيه. ولكن انا كازيس يعني وكانت بشرتي دهنيه كنت بلجأ ليه قوي ايام الشتاء، وكنت برضو كالعاده نسفاه. انا الكريمات الطبيه بصراحه بنسفها دايما، مش بتقعد معايا كتير، خصوصا كمان ان هو حلو قوي لو انت هتستخدميه ان انت ترطبي برضو بيكيني اريا او الاندر ارم، فده كويس قوي. الكريم اللي بعد كده وهو الشيا جولد، وده كان سعره برضو مش فاكره، سعره كان 60 جنيه. ده شكله شيا جولد، برضو حاجه كده بين البنين، ولا هو تقيل ولا هو خفيف، هو يعني مناسب اكتر للناس اللي بشرتها جافه او مختلطه مايله للجفاف، او عادي مختلطه مايله للدهنيه. انا برضو كنت بحب استخدمه في الاوقات بتاعه الشتاء، او ان انا احس ان انا بشرتي جافه جدا جدا جدا، فده كان برضو بينفع معايا قوي، وشايفه ان هم اختيارات رائعه. كريمي بقى المفضل، كلهم كريماتي المفضله، يعني انتوا شايفين الكريمات الطبيه انا بنسفها حرفيا، والحاجات اللي انا مثلا ما وريتكوش شكل العلبه اعرف ان انا خلصتها ورميتها، فده اللي قاعد معايا بقايا العلبه بس. الكريم ده بقى بتاع مويست وان، ده هتلاقوا عليه اقاويل كتيره لان هو تقيل مش خفيف. برضو كريم طبي هتلاقيه موجود في الصيدليه، سعره تقريبا 100 جنيه دلوقتي او 100 وحاجه. هو مناسب لاي نوع بشره، ولكن الناس اللي بشرتها دهنيه ممكن تحس شويه ان هو اختيار تقيل، يعني حاجه بسيطه. يعني انا برضو كنت بلجأ له في الشتاء، بس لما احس ان بشرتي فيها قشور، ما بحسش ان هو بيخليني ازيد زياده عن اللزوم في الشتاء، بس لا بيخليني اويلي شويه، فعشان كده ما كنتش بحب استخدمه في الصيف خالص. فمويست وان بالنسبه لي اللي اقدر ارشحهم ليه الناس اللي بشرتها جافه، والناس المختلطه مايله للجفاف، ولو دهنيه في الحالات الطارئه ده هينقذك بصراحه كويس قوي يعني. دي كانت الكريمات الطبيه. لا فاضل كريم كمان كنا هننساه، ده اللي هو الديرماتيك ريفاين، وده الشاين كنترول مويسترايزر. ده المفروض ان هو شاين كنترول وكمان للحبوب وكده. مبدئيا هم بيقولوا ان هو مش بيسيب اي جريسنس على الوش، مش بيسيب اي تلزيق، وده مش حقيقي. الكريم ده المفروض ان هم ما يقولوش ان هو للبشره الدهنيه بصراحه، المفروض ان هو لو هيسوقوا له يتكلموا عنه ان هو مناسب للناس اللي بشرتها مختلطه مايله للجفاف او مختلطه مايله للدهنيه. انما ان انت تبيع لي الكريم ده على ان هو بيتحكم في افراز الزيوت، لا بصراحه هو بيزيت البشره جدا ومش خفيف، برغم ان هو حلو جدا وبتحسي ان انتي حاطه كريم مرطب فعلا. ممكن تقولي ان هو بيعتمد عليه ان هو يعالج الحبوب، بس يفضل لما تستخدمي معاه غسول يكون بينشف البشره شويه، لان هو هيديها ترطيب كفايه. ف هو حلو لو انتي عندك حبوب تحت الجلد، يمكن اكتر شويه من الحبوب الحمراء. بس يعني ده كان كلامي عليه. هو بينزل عليه عروض طول الوقت، بس انا مش فاكره سعره كام. الكارثه بقى الكونيه الكبيره، وده انا معرفش يعني هو ايه اللي جراله، اللي هي الكريمات بتاعه بوكيتو، الهايدرو كريم والوايتنينج كريم. انا هوريكم وابرأ ذمتي، لان الكريم ده انا كنت عامله له اعلان قبل كده، وانا معرفش ايه اللي حصل له. هو لسه صلاحيته هتنتهي 9/2024، فعشان بس محدش يجي يقولي ده كريم منتهي الصلاحيه او متخزن غلط، لا الكريم ده يا جماعه متخزن زي ما اي كريم بيتخزن عادي في اوضتك في الدرج. الكريم ده كان سعره 160 جنيه،
والتاني ده برضو كان 145 جنيه. بصوا بقى اللي حصل، الكريم مش بس فصل، ده عفن. انا مش ببالغ يا جماعه، انا نفسي اوريكم شكله من جوه ومش عارفه، بس ده ما كانش شكل، غير ان ريحته غيرت. هو عمال بينقط، هو اتحول من كريم لميه، وميه معفنه. انا معرفش ايه اللي جرى بصراحه. الكريم ده يا جماعه محدش يشتريه، وانا بخلي يعني مسؤوليتي تماما عن اي حد يشتري الكريم ده دلوقتي من بعد الفيديو ده، عشان خاطر ده من اسوأ الحاجات اللي انا شفتها في حياتي. يعني انا مش فاهمه يعني ايه كريم، يعني ده كمان كان مبعوت لي انا هديه، فانا معرفش الناس اللي اشتريته بفلوسها بصراحه ايه اللي حصل لهم. بصوا سامعين، هو بقى ميه، انا معرفش ايه اللي حصل. ف الكريم ده كان كويس لما كان في قوامه، انا معرفش بقى هما ايه اللي حاصل في التركيبه خلاها تعمل كده، مع ان صلاحيته لسه ما انتهتش. الكريم التاني اللي هو بتاع البشره الدهنيه بقى، انا للامانه مش قادره افتكر كان قوامه ايه، لاني بقالي كتير يعني ما استخدمتوش من بعد كمان ما شفت الكريم ده بايظ. وبصوا هو معرفش، لو كان كريم تقيل فهو ساح، ولو كان بنفس قوامه كده ريحته للامانه ما غيرتش، ما جرالوش حاجه قوي. بس انا مش هستأمن ان انا احط الحاجات دي على بشرتي تاني، وكان لازم اقول لكم عشان خاطر محدش يحصل معاه نفس اللي حصل معايا. لو العبوات اللي مبعوتالي دي هي اللي كان فيها مشكله، فدي اصلا كارثه. يعني انا اللي معمول معايا الاعلان مبعوت لي حاجه زي كده، فانا ما اعرفش انتوا بتبعتوا للناس التانية اللي اشترت بفلوسها حقيقي ايه، ما عنديش فكره. والكريمات دي حصل لها كده متاخر يعني، ولا متخزنين غلط، ولا كانوا فيهم اي مشكله من ناحيه ما تعرضوش لهواء، ما تعرضوش لحاجه شديده حراره، ما تعرضوش لاي حاجه. فانا فعلا مش فاهمه في ايه، في حين ان انا معايا كريمز كتير قوي بقالها سنين، وفي حاجات انا بقول لكم هي انتهت صلاحيتها من كتر ما انا بستخدم حاجات كتير، في حاجات عندي بتتركن ما كانتش بتغير كده، دي علامه استفهام كبيره قوي. طيب خلينا بقى يعني نخش على المجموعه اللي بعد كده، وهي الكريمات التجميليه اللي مش بتستهدف حاجه، ولكن هي كريمات مرطبه كويسه. طيب الكريمات اللي هتكلم عنها بقى دلوقتي معايا اللي هو ميسن ناتشرال كولاجين كريم. ده شكله تمام. الكريم ده كان واخد ضجة فترة كده من الحياة، وبعد كده مبقاش حد بيتكلم عنه تاني. هو ريحته ما كانتش حلوة، كان كترطيب كان كويس، يعني بيدي ترطيب عادي ما فيهوش اي شيء مبهر. كان سعره ساعتها 120 جنيه او حاجة زي كده. يعني بصراحة مش من ألطف الكريمات اللي استخدمتها، لأن هو ما بيعملش حاجة مهمة. يعني هو بيسوقوا له نوع كولاجين، والكولاجين مش هيتحط على البشرة كده وتحسي ان انتي الله ايه الكولاجين اللي اتحط في وشي ده، مفيش الكلام ده يعني، لأن هو أساسا مش بيخترق البشرة. فده أنا شايفة ان هو يوسلس يعني محدش يشتريه، فمش هتكلم عنه كتير. الكريم اللي بعد كده وده اسمه سوفت تاتش، هي شركة مصرية وكان سعره 30 جنيه. ده شكله. المفروض ان الكريم ده اللي هو للاويلي سكين والبشره مختلطه ببشره دهنيه، كان بزيت الجوجوبا وزيت شجره الشاي. هو للاسف فيه ريحه قوي، يعني ريحته نفاذه، وككريم مرطب شايفه ان هو كان كريم عادي. يعني انا مش شايفه ان هو ينفع بصراحه للبشره الدهنيه، لانه ما كانش خفيف، كمان هو كان فيه روايح وكده، فحاسه لو انتي بشرتك حساسه مش هترتاحي عليه. هو يمكن الميزه فيه ان هو كان يعني حجمه كويس وسعره كويس، يعني 90 جرام ب 30 جنيه، فده كويس قوي. بس انا عن نفسي استخدمته لجسمي، ما حبيتش ان انا استخدمه على وشي خالص، وكان ترطيبه حلو قوي للجسم سبحان الله، لكن ما انصحش بيه للوش. الحاجه اللي بعد كده وده كريم تحفه جدا بتاع سانت ايفز اللي هو بالبطيخ ده ريحته لبان ترايدنت بجد. عارفين ترايدنت البطيخ؟ هو ده بالظبط. ده كان سعره 130 جنيه تمام. المفروض ان ده اللي بيعمل شكل جلوي كده في البشره تمام. والكريم ده بالذات انا مش هتكلم عنه دلوقتي، عايزه اعمل له ريل مخصوصه واجربه لكم على وشي واوريكم فعلا اللمعه التحفه اللي هو بيعملها على الوش، وفي نفس ذات الوقت هو مش بيخليكي مدهننه، وده بالنسبه لي كومبو جامد قوي. فده من الحاجات اللطيفه قوي اللي انا بقولك جربيها لو انتي بشرتك دهنيه عايزه يبقى عندك لمعه صحيه في الوش، وفي نفس الوقت يعني برغم ان هم كاتبين هو جلوي سكين وكده، فنوعا ما ممكن الناس تفتكر ان هو للجافه، بس لا، هو مش للناس اللي بشرتها جافه، ممكن ينفع للمختلطه اللي مايله للدهنيه كمان، لكن اي بشره تانية لا. ولو انتي بشرتك حساسه بلاش منه، مع انه ما عمليش حاجه يعني، بس عشان هو فيه روايح تقيله قوي وظاهره، فبلاش منه لو انتي بشرتك حساسه. هم طبعا مش بيوعدك باي حاجه، مش مفيهوش استفاده معينه، هو مجرد كريم مرطب لطيف مش اكتر يعني. الحاجة اللي بعد كده وهو البالية بيوتي كولاجين كريم، وده شكله. الكريم ده برضو لطيف قوي.
هو كمرطب كويس، ولكن ما تستنيش منه حاجه مهمه، هو مش بيعمل اي حاجه رائعه الانبهار يعني، بقول اي كلام. المهم انا مش فاكره سعره كام بصراحه، بس هو ما كانش في حاجه مبهره. فانا شايفه ان انتي يعني طالما مش هستفيد حاجه وهو كمرطب عادي قوي بفلوسه، روحي اشتري حاجه طبيه احسن. لان كمان هو كان فيه ريحه، مع ان ريحته مش بتضايق، بس لا هو فيه ريحه. مش اكتر كريم مميز في العالم يعني. الحاجه اللي بعد كده وهو الداي كريم بتاع لوريال هايلورون اكسبرت. وده انا ما كنتش ناويه اشتريه لاني مش من مفضلين كريمات النهار، بس يعني قلت خلاص خلينا اجربه لما لقيت ناس كتير بتتكلم عليه، عشان بيقولوا ان نسبه الهايلورونيك فيه عاليه. انا بحب ان هو فيه SPF 20، فكنت بحب قوي ان انا استخدمه في الشتاء من غير ما احط صن بلوك. بصراحه كنت بعتمد عليه هو بس لان هو تقيل شويه وبيدهن البشره قوي، فكنت بحب ان انا اعتمده تحت الميك اب كده، يبقى مويسترايزر وفي نفس الوقت يكون فيه SPF 20. كنت شايفه ان انا بكتفي بيه بصراحه، وكان مقضي الغرض يعني. لكن في الصيف ده مستحيل احط ايدي عليه في الصيف. هو مناسب للناس اللي بشرتها جافه ومختلطه مايله للجفاف، ويعني لو حساسه ممكن يعدي، بس مش حاجه تعتمدي عليها قوي بصراحه يعني. مش شايفه ان انا انبهرت، بس يعني لو انتي نفس الكونديشن بتاعتي عايزه تستخدمي حاجه خفيفه كده لا هو مش خفيف، هو تقيل، بس اقصد يعني في السريع، اللي هو مش تحطي مويسترايزر وكريم، عايزه كريم في قصدي كريم في صن بلوك كده هاتيه. الحاجه اللي بعد كده وهو النيتروجينا هايدرو بوست كريم. ده المفروض ان هو SPF 30، وهو فيه فيتامين سي وفيتامين اي، والمفروض ان هو بيفتح يعني من لاين تفتيح كده، وكان سعره 150 جنيه. ده شكله تمام. الكريم ده حلو قوي لو انت عايزه تعتمدي عليه في النهار، عشان خاطر هو فيه SPF 30، فهيوفر عليكي خطوه الصن بلوك او ان انت تشتري صن بلوك. بس طبعا 30 ده مش اكتر حمايه في الدنيا. كمان في حاجه، هو بيدهن، بيسيب لمعه في الوش، مش بيخلي البشره مثلا مات او كده. واللمعه بتاعته رخمه، بس لو انت عايزه يعني توفري هاتيه. لو انت عايزه صن بلوك وفي نفس الوقت كريم مرطب وعايزه توفري عشان سعره يعتبر كويس، وحطي بعده لوز باودر، هتلاقي ان الدنيا تمام. ولو انت بتستخدمي مكياج حطي بعده برايمر يخلي بشرتك مط. وانا كنت عامله لكم فيديو كامل عن انواع البرايمرز اللي انا جربتها، وجربت حاجات جديده هبقى اكلمكم عليها في فيديو جاي. خلينا نشوف اللي بعده. اللي بعد كده هو كريم اسمه اورجانزا كامل ميلك، والكريم ده حلو قوي 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 قوي. هو انا مش قادره افتكر سعره كام بصراحه، عايزه اقول لكم هو فيه ايه. هو المفروض ان هو كريم طبيعي، وان هو معمول من الحليب بتاع الجمل. هو ما فيهوش حاجه مفيده بالمعنى الاصح، اللي هو مثلا ما فيش هايلورونيك اسيد، ما فيش فيتامين اي، فيتامين سي، لا. بس هو زي سوذين كريم كده، وكريم مرطب هايل. انا توقعت ان هو هيبقى تقيل بصراحه، بس اللي انا اتفاجئت بيه لما جربته هو بالظبط، عارفين بيفكرني بايه؟ بسانت ايفز. انا سانت ايفز بصراحه بطلت ان انا اشتريه وبطلت ان انا اجيبه، بحس ان هو خلاص بقى يوسلس وبقى ادم كده، وان انا عايزه حاجه بقى تفيدني اكتر وتكون طبيعيه اكتر، يا اما حاجه يكون فيها مكون او اكتيف انجريدينت يكون بيفيدني، زي بقى فيتامين سي، فيتامين اي، والحوارات دي كلها. فده انا هو عشان ابقى خلصت كلامي عليه، ده بالنسبه لي انا مش هستخدمه تاني اصلا. فده بالنسبه لي بيدي نفس افكت الترطيب، وحلو قوي لو انتي بشرتك حساسه، هو ما فيهوش اي روايح. حلو لو انتي برضو بشرتك دهنيه، خصوصا لو انتي عايزه تستخدميه بالليل. لو انتي بشرتك برضو مختلطه تمام، اي نوع بشره هيمشي معاه بصراحه. الكريم ده جامد جدا فعجبني. فلو انا يعني مش عايزه كريم يكون من الكريمات الطبيه اللي انا كلمتكم عليها، عشان مثلا انتوا حاسه ان هو تقيل وعايزه حاجه تبقى بتاكت حاجه طبيه، لان هو ما فيهوش مواد رخمه وما فيهوش اي حاجه تحسس البشره، هاتي ده علشان ترطيبه اخف. فهمتوا الفكره؟ ايه تاني عندي؟ كمان النيتروجينا هايدرو بوست جل كريم، وده مش قادره افتكر سعره، خصوصا ان هو اكيد سعره اتغير. مكتوب عليه سعره عندي هنا. كان انا اخر مره بيبقى 130 جنيه، دلوقتي معرفش سعره وصل كام، مش مهتم اعرف. لان انا على قد ما كنت بحب الكريم ده، على قد ما خلاص بقى بعد ما جربت حاجات تانية كتير حسيت ان انا مش هلجأ له تاني، من الحاجات اللي هي بقت اوت ديتد شويه، عارفين كده. وكمان هو مش مفيد للبشره بتاتا، بل بالعكس هو بيخلي بشرتك تبقى ناشفه. فهو حلو لو انت هتحطي مكياج في الصيف بس كده، انما ده ما ينفعش تعتمدي عليه ابدا ابدا كمويسترايزر تحطيه بالليل وتنامي، او ان انت فاكره نفسك بتحطي وبتغذي بشرتك بصراحه.
الحاجه اللي بعد كده وهو الكريم بتاع باي فيز هايدرنت اند نورشن كريم، وده اول سكين تايبس كريم. الكريم ده مناسب للناس اللي بشرتها جافه وجافه جدا ومختلطه مايله للجفاف. الناس اللي بشرتها دهنيه هذا الكريم لا يصلح ابدا، بيزيت البشره بشكل بشع. ده ممكن لو انت بشرتك دهنيه وبتعاني من جفاف شديد 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 ممكن تستخدميه، خصوصا ان احنا خلاص في رمضان، ولو انت مش بتشربي ميه كتير ماشي ممكن اقولك ده ينفع معاكي وينفع عادي لاي نوع بشره. ولكن لو انت في يومك الطبيعي العادي وبشرتك دهنيه واستخدمتيه هيبقى كارثه. وممكن تستخدميه از نايت كريم، ما ينفعش تستخدميه يعني باي شكل اخر بصراحه، لانه هيبقى كارثه على بشرتك وهيطلع حبوب كمان تحت الجلد. فده استخدموه احسن لو انتوا بشرتكم جافه او عندكم يعني سكين كونديشن معين بتخلي بشرتكم جافه قوي، بتستخدمي نت لوك مثلا هيبقى كويس. الحاجه اللي بعد كده وهو الكريم بتاع انيو هيدرا برو فيتامين دي ووتر كريم. ده شكله الكريم ده قلت لكم ان هو من الحاجات اللي انا بحبها قوي قوي الفتره دي، لان هو كريم مرطب كده لطيف وخفيف. بيقولوا ان فيه هيلورونيك اسيد بس انا مش متاكده من حاجه زي دي. هو ريحته يا جماعه ريحه طيب، ده مش بهزر. الكريم المرطب ده حلو جدا جدا جدا. بعد ما بتحطيه، انا بحب استخدمه بالليل بصراحه اكتر من الصبح، وحتى لما بستخدمه الصبح كنت بستخدمه في الشتاء اكتر. بتحسي ان انتي بشرتك مترطبه بس في نفس الوقت مش بتنزل زيوت كتير، ولطيف قوي بصراحه وعجبني. مش قادره افتكر سعره للاسف. فيعني لو انتي بتدوري على ووتر كريم يعوضك عن نقص الميه، ده هيبقى اختيار حلو قوي. ماشي. الكريم اللي بعد كده وده من اوريفليم وهو النوفيتس كريم. ده شكله ده كان نايت كريم كده لطيف قوي، وده تقريبا اخف نايت كريم استخدمته في حياتي. لو انتي بشرتك دهنيه وعايزه نايت كريم ما تحسيش ان انتي حاطه حاجه تقيله، ده جامد جدا. فده بصراحه يبقى حلو قوي. طبعا هو مش مفيد للبشره باي شكل، هو مجرد كريم مرطب حلو يعني. فتمام لو انتي حاسه انك عايزه تشتريها تي، لكن انا بالنسبه لي قشطه يعني. لو كده هروح احط بفلوسه دي في حاجه طبيه مثلا او حاجه تكون مفيده اكتر. هو بس الافكت بتاعه هو اللي كويس، فاهمين؟ انا حاسه ان انا تعبت. هاخد بريك واجيلكم. طيب خلينا بقى نتكلم دلوقتي عن الحاجات الكوري اللي انا جربتها، ودي حاجات علاجيه او يعني بتقول انها بتستهدف حاجه وتعالجها، وكنت عملت لكم فيديو مفصل عنها فهتكلم عنها في السريع. اللي هي المجموعه بتاعه ميركل. انا جربت الكريم الاصفر والاحمر والاخضر. الاخضر ده المفروض اللي هو كريم المخصص للحبوب وكده، لو انت عندك حبوب. هو طبعا بيجي منه زي ده كده، بس انا كنت جايبه السامبل الصغيره في المجموعه الكبيره بتاعه ميركل، وهسيب لكم اللينك بتاع الشرح التفصيلي ليها. انا باختصار شديد عشان انا كنت متكلمه عنها بالتفصيل قبل كده. هتقولوا لي يستاهل ان انتوا تشتروه ولا لا؟ يستاهل لو انتوا هتشتروه في المجموعه، وما يستاهلش لو انتوا هتشتروه كعلبه كده لوحدها، بالاختصار الشديد، لان هم اسعارهم مش رخيصه، سعرهم 400 وحاجه اصلا. الكريم الاصفر ده عشان برضو ما اقعدش اهري فيه كتير، ده المفروض ان هو مخصص للتفتيح، وبيتقال ان هو فيه نياسيامايد وكده. يستاهل ولا لا؟ لا ما يستاهلش ومحدش يشتريه، وهسيب لكم الفيديو اللي بتكلم عنه فيه بالتفصيل. الكريم اللي هو الاحمر بتاع سنيل تورسيكا دوت برضو اتكلمت عنه. يستاهل ولا لا؟ يستاهل. يستاهل ليه؟ هسيب لكم لينك الفيديو عشان تتفرجوا عليه براحتكم. بس يعني هو بيستهدف البشره اللي فيها زي مثلا لو انت عامله شيفنج ورحتي عورتي نفسك، فهو شويه بيهيل البشره بشكل اسرع يعني، وهو خفيف على البشره فلطيف يعني. خلينا بقى نتكلم عن الحاجات التجميليه اللي بتقول انها بتعالج حاجه معينه او بتستهدف حاجه معينه. طيب عندي بقى اللي هو البيور سيستم لوشن. ده بتاع الحبوب من ايف روشيه، وده كويس قوي قوي قوي. هو خفيف كده على البشره، ساعات بتحس ان هو سايب ستيكنس كده خفيفه، ولكن هو كريم لطيف يعني. بصراحه انا مش قادره افتكر سعره كام، ما عنديش اي فكره، بس هو اكيد عدى ال 200 جنيه دلوقتي. هو المفروض ان هو 4 في 1. هو مكتوب بالفرنش، عايزه عشان جاهله فرنش فعايزه اقول لكم ده ايه. ما علينا، هما مش عارفه ده ايه، بس هو ككريم مرطب يعني هو حلو عشان هو بيتحكم فعلا في افراز الزيوت، وفي نفس الوقت لو انت عندك حبوب هيكون بيشتغل عليها لانه بيتحكم في افراز الزيوت، فاهمين؟ فده اختيار حلو لو انت عندك حبوب في بشرتك. تمام. عايزه ابقى استخدمه عشان بقالي كتير قوي ما استخدمتوش. ريحته يعني في ريحه لو انت بشرتك حساسه او عندك حبايه مفتوحه
بلاش تستخدميه عشان ريحته نفاذه شويه. ماشي. الحاجه اللي بعد كده وهو الفورم ستاي، وده الهاني جولد هاني كريم، وده عباره عن قصدي جل، يعني هو جل، وهو فيه زي حبيبات كده صفراء سوداء، هو تحسه عسل فعلا ودهب، ريحته لطيفه. ده عباره عن جل، هو مناسب اكتر للناس اللي بشرتها دهنيه او مختلطه مايله للدهنيه ومختلطه مايله للجفاف. لو انت بشرتك جافه استخدمي بعده سيرم يكون بيرطب بشرتك كويس زي سيرم الهيالورونيك اسيد. حلو قوي، انا شايفه ان هو كويس قوي لو انت بشرتك بتعاني من الجفاف وانتي بشرتك دهنيه. لو انتي مثلا ما بتشربيش ميه كتير ده هيبقى كويس معاكي، او لو انتي بشرتك بتفرز دهون زياده وانتي عايزه حاجه خفيفه ترطب بشرتك، مع العلم انه شويه بيسيب شويه تلزيق، فخدوا بالكم من النقطه دي. ولكن هو ككريم لا، هو قصدي كجل يعني كويس قوي، بيرجع نضاره البشره، وشويه بتحسي ان انتي لو عندك بدايه تصبغات هو بيلحقها، ولكن لو عندك تصبغات كبيره قوي وحاجه موجوده وبقالها كتير ده مش اكتر حاجه تعتمدي عليها بصراحه. الحاجة اللي بعد كده وهو من برضو من فورم ستاي، وده السالمون جل، ده بيور سالمون اويل. هوريكوا شكله، ده شكله الكريم ده ولا الجل ده تحس ان هو سلمون بجد، ريحته زفارة، ريحته زفارة انا مش بهزر، ولونه اصفر كده من جوه، وريحته لا مزفرة قوي، يعني مش حاجة مزعجة بس ريحة سمك، فاهمين؟ الكريم ده برضو هو يعني بيقال ان هو للوايتنينج وانتي رينكل. هل هو بيفتح؟ لا. هل هو حلو للرينكلز وكده؟ كويس، نمشي حاله. شايفه ان هو معقول، يعني مش حاسه ان هو اكتر حاجه مبهره في الدنيا بصراحه. ولكن لو انت عندك بدايه تجاعيد الحقي نفسك بيه، لكن ان انت تعتمدي عليه عشان يعالج حاجه موجوده فطبعا ده مش هيحصل، بيدي بس شكل احسن مش اكتر. الحاجه اللي بعد كده وده كان من اسوأ الحاجات اللي انا جربتها الفتره اللي فاتت، اللوريال جلايكوليك اسيد نايت كريم. مش هتكلم عنه كتير، هسيب لكم لينك الفيديو اللي اتكلمت عنه بالتفصيل هو والغسول بتاعه. خلاصه يستاهل ولا لا؟ لا. كمان هو سعره 180 جنيه. الحاجه اللي بعد كده ودول من ايفا اللي هو مجموعه الهيالورونيك اسيد، ودي كنت برضو اتكلمت عنها بالتفصيل، هسيب لكم لينك الفيديو عشان تبقوا تشوفوه. خلينا برضو نقول الخلاصه، يستاهلوا ولا لا؟ يستاهلوا النايت كريم عشان كويس جدا وحلو لو انتي بشرتك فيها جفاف شديد. والهيالورونيك اسيد جل ده انا بحب استخدمه از داي كريم، داي جل يعني، واز هيالورونيك اسيد سيرم. فلو انا يعني هرشح لك حاجه واحده بس من الاثنين عشان خاطر انتي مثلا معكيش فلوس غير تشتري حاجه واحده بس، هقول لك هاتي الايفا داي جل. هو مناسب جدا وتعرفي تستخدميه الصبح وبالليل، وتعرفي تستخدميه از هيالورونيك اسيد سيرم، وتروحي حاطه فوقيه المرطب بتاعك هيبقى كويس قوي. الحاجه اللي بعد كده وهو البوبانا مارين كولاجين، وده شكله تمام. دي تاني علبه ان انا اجيبها منه، لان على فكره الجل ده حلو قوي. دي تاني علبه، العلبه اللي فاتت هتلاقوها ورا هنا في الحاجات الكتير اللي ورا دي. كويس قوي قوي قوي، مش قادره افتكر سعره كام، بس هو 100 وحاجه يعني، ممكن تلاقيه ارخص من كده. هو ده شكله، هم مقلدين فكره فارم ستاي وكده، وهو فيه فيتامين سي، مش اكتر حاجه في الدنيا، ولكن لو انت يعني ماديا مش هتقدري تشتري حاجه غاليه هاتيه وهيقعد معاكي كتير قوي، فهو كويس. نسيت اقول لكم حاجه مهمه، ادخلوا عندي على الانستجرام عشان انا ببيع تقسيم يعني بتاخدي كميه اقل من المنتج بسعر اقل. لو في اي حاجه من دول نفسك تجربيها طبعا لو هي متاحه عندي يعني، ويكون يعني حجمها اقل وتاخديها بسعر ارخص بكتير من سعرها الاساسي. الحاجه اللي بعد كده وهم الدكتور راشيل فيتامين سي وهيالورونيك اسيد، اللي هو الكريمات الكبيره دي، برضو كنت عامله لكم فيديو كامل عن حاجات دكتور راشيل، هسيبه لكم عشان ما اقعدش ارغي كتير. يستاهلوا ولا لا كخلاصه يعني؟ يستاهلوا جدا جدا جدا، وممتازين بصراحه، ومن الحاجات اللي انا بحبها يعني. تأثيرهم مش اقوى حاجه في الدنيا، ولكن هم برضو حلوين وكويسين لو انت استخدمتيهم مع هيالورونيك اسيد سيرم او يعني فيتامين سي سيرم. اخر بقى كريمين وهو الفروت اوف ذا ايرث فيتامين اي كريم، وده تحفه فنيه. هو تقيل شويه على البشره، فده لو انتي بشرتك دهنيه استخدميه بالليل بس. الميزه فيه ان هو فيه فيتامين اي، فهتحسي ان انتي فعلا بيرطب بشرتك وبيرجع نضاره بشرتك. لو عندك بدايه تصبغات حبوب هيبقى كويس.
اثار حبوب يعني. فده بصراحه ملطف جدا للبشره. لو انت راجعه من الشمس وحاسه ان انت محروقه هيبقى حلو قوي. الناس اللي بشرتها جافه دي اكتر ناس هترتاح عليه. اخر حاجه خالص وهو الكريم بتاع الفيتامين سي اللي هو من نيفيا، وده شكله. ده سعره كان ب120 130 حاجه كده يعني. هو ريحته نفاذه قوي قوي، فلو انت بشرتك حساسه اوعي تجيبي الكريم. انا اسفه يا جماعه، حقكم عليا. لو انت بشرتك حساسه ما تجيبيش الكريم ده عشان ريحته نفاذه قوي. هو ككريم فيه فيتامين سي، ممكن تعتمدي عليه لو انت خلاص يعني نفسك تجربيه قوي هاتيه، مع ان هو مش هيبقى اكتر حاجه مبهره في الدنيا، بس يعني ما اقدرش اقولك ما تجيبيهوش عشان هو مش بشع يعني. وفي كمان كيوتن، والكيوتن انا بصراحه بحبه. هما كاتبين فيه فيتامين اي وفيتامين سي، والكيوتن انا شايفه ان هما مقفورين حبتين 3، بس ككريم نايت كريم يعني كريم ليلي شغال مش وحش. مناسب لاي نوع بشره عادي، بس البشره الدهنيه ممكن تحس ان هو تقيل شويه، بس قشطه ده مقدور عليه لان هو كده كده نايت كريم. بس كده ده كان الفيديو بتاع النهارده. يا رب يكون الفيديو مناسب ليكوا ولقيتوا حاجات مناسبه والفيديو عجبكم. والحاجات اللي انا ما اتكلمتش عنها بالتفصيل عشان الفيديو ما يسرحش قوي هسيب لكم كل لينكاتها وعناوين الفيديوهات دي في الديسكربشن بوكس، وروحوا اتفرجوا عليها لو انتوا عايزين تسمعوا شرح مفصل عن الاختصارات اللي انا قلتها. واعملوا لي فولو على الانستجرام عشان زي ما اتفقنا انا ببيع تقسيم يعني تاخدي كميه اقل من المنتج بسعر اقل، وكمان بنزل ريلز فيها اختصارات كتير قوي. مثلا ده احسن كريم مرطب طبي، ده احسن مش عارفه كريم تجميلي، مش عارفه ايه، حاجات هتساعدك ان انت تقرري اسرع يعني. وشورتس كمان بنزلها، فاعملي زرار الجرس. وبس كده، اشوفكم الفيديو اللي جاي.